أشعفني بها المهدي. كما قلنا أن الفول يبعث الغازات، ولا يصح أن تأكل الفول إلا مع الجبن، مع الجبن، حتى إذا اندمج معه أصبح الوضع سليما آمنا، والغرف بإذنه سبحانه وتعالى سوف تكون نقية طاهرة خالية من كثير من الأوبئة. وهذا مثبت عندنا، وهذا مثبت بالدليل القاطع أنه لا يجوز أكل الفول إلا مع الجبن، وهذا مثبت في الكتاب. أتمنى أن يسعفني به المهدي سلام الله عليه. نعم، سلام الله عليه المهدي سبحان الله. شكرا مهدي، ارجع السرداب عفوا. نعم، في صفحة 42 في انظر، هذا مثبت بالأدلة القاطعة. وفي هنا نعم أعزائي المشاهدين، أثبتنا لكم عن هذه الأخطاء التي تحصل. ويعني نحن الآن مع المخرج يقول هناك اتصال من قم الخبيثة، نتلقى الاتصال. معنا باقر انقطع الخط لأجل أن المهدي دعس على السلك. ننتظر. أحبابي، لا يدلسون عليكم، وحاولوا أن تقفوا وقفة الرجل الذي معه عصا في الليلة الباردة عند الصباح، لا يخاف إلا الله. وأنتم انظروا في نفوسكم، سيحككم الضمير، ضمائركم ستحككم، فحكوها حتى تتنور البصيرة. نعم، هناك اتصال. من المتصل؟ من؟ انقطع الخط مرة أخرى. وردت كثير من الأسئلة أن هناك طلبة العلم الكثر أمامي لأجل نضفي هذا الجو عليه من الكآبة. ما ناخذ اتصال. نعم، مع باقر. الو باقر، كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله حبيبي، اخبارك يا شيخ؟ والله اني بخير يا شيخ. ما حكم اكل الجبن لوحده يا شيخ؟ نعم. سؤال اخر سيدي. ما حكم يا شيخ؟ يقولون يا شيخ. لا، انقطع الخط. الجبن أجبنا في السؤال الماضي، لكن هنا خص الجبن فقط، وهذا سؤال من رجل يريد الهداية للناس والصحة والعافية، ونرد عليك بالدليل. نعم، هنا بالدليل أن البقرة 3 كيري جبنة بط. نعم، إذا كانت الجبنة من مصنع وهي 3 بقرات فكلها ولا يمشي بطنك، ولكن إن كانت بقرتان فلا تأكلها، لأنه سوف يفتك بك، ومن ذلك سوف تأخذ كثيرا من الجبن، ويصبح عندك مادة تسمى الهريري، فتذهب إلى الحمام ويكفيك شرها. في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نودعكم في أمان الله وسلام الله.